ويبدا يشوف الناس الموظفين اللي عنده، يبدا يشوف الناس التابعين ليه. وهو طبعا اكيد له بعض المدخلات حتى لو كان عنده بعض الظروف الماليه، لكن هو له مدخلات مختلفه من خلال الشركه الرعايه او الى اخره. كنت متخيل انه هيتكلم وهنقول عنه طبعا، هنذكره النهارده اكتر من مره، صندوق دعم مصر 30/6 كنت متخيل ان يطلع مسؤول من اتحاد الكوره ويتكلم عن ان هيبقى في نوع من الدعم بشكل او باخر. احنا بنسمع في الفضائيات اطفال صغيره جدا عمرها 6 سنين و7 سنين بتتدرب ب 100 جنيه، واللي بتدرب ب 50 جنيه، واللي بتدرب مش عارف ب 1000 جنيه. كنت متخيل اتحاد الكوره ممكن يتكلم في ده، لكن مش يكلمني في انه بعت خطاب علشان بس ايه يبرق صحته، ويبعت خطاب لوزاره الداخليه طبعا علشان تتلاقي المباريات فيه حاجتين: القوات المسلحه توافق، واظن هي مش فاضيه ده دلوقتي. لا طبعا. نمره 2 ان وزاره الداخليه توافق عشان التامين، يعني القوات المسلحه المباريات بتلعب على ملاعبها، ووزاره الداخليه توافق، واظن الدنيا مقلوبه. يعني انا احمي احسن الناس اللي موجودين في الشارع افضل بكتير ان انا اتفرج على مباراه كوره دلوقتي. مين مركز في ده؟ ولحد النهارده لسه في مظاهرات موجوده، يعني النهارده في نزول في للشارع المصري طبعا علشان التثبيت والاصرار على المكتسبات اللي حصلت. فاعتقد كان افضل كتير ان احنا نتكلم عن ده افضل من ده. ولا ايه راي حضرتك؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا انا كنت شايف ان الاتحاد الكره هو اللي يبقى صاحب المبادره، يقول ان الدوري هيتم تاجيله الى اجل غير مسمى، او بمعنى اصح لغايه ما الامور يبقى ستيبل شويه، يبقى في استقرار. اتحاد الكره زي ما حضرتك قلت بالظبط، انا موافقك تماما، اللي هو عشان يرمي الكوره في ملعب وزاره الداخليه اللي اصلا تاني هنرجع اللي احنا صدقنا ان هي ترجع تاني للشعب على فكره. يعني الداخليه النهارده انا جاي مثلا مش عايز اقول لك من مكان، فلقيت ان الناس موجودين والشوارع فاضيه والناس بتنظم مرور، وبداوا يرجعوا تاني. الداخليه اللي كانت غايبه او واخده اجازه 2.5 سنين بدات ترجع. احنا عايزين الداخليه ترجع في حضننا. الحسنه الوحيده اللي عملها النظام السابق بالظبط، هو حبب الشعب او رجع الشعب تاني للشرطه، وبقينا اخوات زي الاول، لان احنا اخويا ما هو مثلا ضابط شرطه، والدي ما هو مش اللي ما هو وهكذا. يعني احنا نسيج واحد لمجتمع. من بلد ولا مش من حته ثانيه؟ لا من بلد طبعا. بس انا بدأ برضه علامه استفهام. يعني علامه استفهام. انا الناس اللي هو حضرتك قلت مش عايز برضه العب سياسه، يعني احنا برنامج رياضي، بس انا هعمل سكريبت كده بلغه المسرح، اسقاط كده، بقول ان الناس اللي بتكفر ناس والناس اللي بتقول ده مش عارف ايه وده مسلم، ده قد يكون ان الكابتن محمد اللي انا بقول ده وحش ويروح النار احسن عند ربنا مني، طب يكون حضرتك احسن عند ربنا مني بتصلي. الله اعلم. انا دي علاقتي السريه، صندوق مش عايز اقول اسود، صندوق ابيض، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلمها. بس دي حاجه. الحاجه الاهم بقى من كده ان دلوقتي الجيش او وزير الدفاع في اطار اللي حصل في ثوره او استقبال ثوره 25 يناير المجيده اللي هو 30/6، دي مكتسبات كويسه جدا. قدرنا ان احنا نتحد كلنا كشعب مصري لهدف واحد. انا برضو يعني مش عايز اقول ان الاعلام، وانا انا اسف جدا ان انا راجل في الاعلام وبقول لك كده يا استاذ وائل، ما تزعلش مني. حضرتك بتقول اصل اليوتيوب اللي رمى مش عارف من السطح موت ناس ورماه، اللي مش عارف ايه. الاعلام الخاص مشكله برضه يا استاذ وائل. الاعلام الخاص وفي ناس بتلعب عندها زي العدو الكيان السجوني، يقعدوا يعملوا يوتيوب، وواحد يلبس دقن ويمثل ويرميه من هنا، وواحد تاني ما يلبسش دقن يعني يمثل يعمل الحاجات ده، واليوتيوب تلاقيه منتشر جدا. حضرتك الحاجات دي متركبه؟ في مفتعل، في حاجات مفتعله وفي حاجات متركبه كتير جدا. انا على الفيسبوك ومش عايز اقول حقيقيه، وفي حاجات حقيقيه. يعني اللي ده اعتقد بنسبه 90% حقيقي. ده مش انا بصراحه انا بتاعت اسكندريه انا ما شفتهاش عشان اقول لك دي حقيقيه ولا مش حقيقيه بصراحه، عشان برضه اكون اونست قدام الناس. لكن وارد جدا ان ده يحصل، ووارد العكس يحصل. زي ما بفتكر حضرتك في حرب 73 كنا بنعمل حاله نفسيه ان احنا مش هنحارب والناس ترقص على الجبهه والعدو الثاني السوري يقول لك لا ده احنا مش هنحارب، يلاقي اللي احنا عملنا جامبنج عليهم. ده هيستدعي بقى حضرتك دخلتني سريعا في دي مهنيه يا استاذ وائل، وانت مهني في الجزء ده فهمني كويس. احنا بنتكلم احنا مش عايزين نظلم، بالعكس بالعكس احنا عايزين نتجمع. انا معايا ورقه يا استاذ وائل دلوقتي عليك ان انت ما بتقراش القران، اقول لك اهو الورقه يا جماعه على الشاشه اهو، معلش الاستاذ وائل اهو ما بقراش القران. طالما انا ماسك دليل عليك وعندي حاجه بملك ادوات زي ما بنقول بمهنيه شديده وحيده، وانا لو قلت ان انت وحش يبقى معايا ورقه ان انت وحش. بس انا اتعلمت كده. طيب احنا